تعالوا كده يا شباب نقول بسم الله ونعمل كولر جريد للمشاهد اللي قدامنا دي. عندنا واحد اتنين تلاتة. أول حاجة لازم تكون عارف إن أنت ما ينفعش خالص تعتمد على الشاشة اللي قدامك. بص، أيا كانت الشاشة بتاعتك 4K 2K فول اتش دي، أي حاجة ما ينفعش تعتمد عليها. دايما وأنت شغال تدخل كده على ويندو وبعد كده تنزل تجيب اللومتري سكوبس، دايما تعتمد عليها. طيب هتقول لي المنظر ده مش عندي، أقول لك دوس كده كليك يمين والحاجات اللي أنا معلم عليها صح علم برضو عليها صح. دي أول حاجة اللومتري سكوبس. تاني حاجة لازم تكون فاتح اللومتري كولر عشان هي اللي هنبتدي الشغل بيها إن شاء الله. بس تعالى كده ايه ما نعقدش الموضوع ونشرحه بشكل عام بسيط. الويفز اللي عندنا او الموجات دي بتبتدي من 0 لحد 100. 100 دي يعني اقصى اكسبوجر او اقصى اضاءة او اللون الابيض، لو هقدر اقولها اللون الابيض. الصفر دي الشادوز او الظلال او اللون الاسود مثلا الموجود في المشهد بتاعك. تعالى كده اوضحها لك بشكل عملي اكتر. لو فتحنا البيزك كوركشن وقللنا الاكسبوجر على الاخر هتلاقي بص الموجات دي كده كلها راحت للصفر. لو عليناها على الاخر هتلاقيها طلعت لل100. هنرجعها تاني ونشوف مثلا الشادوز. بص كده لو قللناها على الاخر هتلاقي برضو الموجات دي بتروح للصفر. لو عليناها على الاخر هتلاقيها بتطلع لل100. نفس الكلام. المهم بقى عندنا في الحته دي ايه؟ الموجات اللي عندك دي ما تطلعش لل100، يعني ما تلزقش في الخط بتاع ال100 وبرده ما توصلش للصفر، ما توصلش للخط بتاع الصفر. ممكن قبلها في الحته دي وممكن قبل ال100 مثلا بعد ال90 وقبل ال100. يعني اهم حاجه ان هي ما توصلش للخطين دول. تمام؟ عشان ما تضيعش البيانات بتاعت المشهد سواء في البرايتنس او سواء في الشادوز. تعالى بقى كده نتوكل على الله ونبدا في الشوت دي ونشوف احنا محتاجين نعمل فيها ايه. او هقول لك مثلا تعالى كده نبتدي مثلا في ايه. عايز اجيب شوت تانية. تعالى الاول كده نشوف تفاصيلها. الشوت دي يعني الشادوز فيها كويسه قوي، بس انا حاسس ان هي محتاجه ان هي تتفتح شويه او الاكسبوجر بتاعها يعلى شويه. عرفت ازاي؟ عرفت عن طريق اللومتر سكوبس هنا عندنا. فانا هفتح الكيرفز وبعد كده هدي كده ايه 3 كي فريم عشان نعمل الاس كيرف بتاعنا، وهنعلي هنا كده شويه واحنا بنبص على اللومتر سكوبس ونقلل الشادوز حاجه بسيطه لان هي اصلا الشادوز عندنا مظبوطه. وبعد كده نرجع تاني للبيزك كوركشن وتعالى من الاكسبوجر نعلي حاجه، يعني حاجه بسيطه. تمام؟ وندي برضو كونتراست شويه. وبعد كده نشوف الهايلايتس. يعني انا مش حاسس ان هي محتاجه هايلايتس، بس تعالى نشوف كده. لو قللنا مش هتبقى مظبوطه، بتدوس دبل كليك عشان ترجع. فتعالى برضو نعلي الهايلايتس شويه قليلين ونقلل قصادها الشادوز. في اغلب اللقطات اللي انا بشتغل عليها يعني في الاغلب بعلي الهايلايتس وبقلل الشادوز. الاتنين دول بحسهم كده بيتناسبوا عكسيا مع بعض. تمام؟ بس لازم تعرف حاجه مهمه قوي، ان التلوين يعني الى حد ما ملوش قاعده ثابته. هو في ماشي اساسيات احنا بنمشي عليها، بس في الاغلب ملوش قاعده ثابته. انت بتشوف ايه المناسب للشوت بتاعك وبتعمله. تمام؟ بس لازم تكون عارف كل تول هنا انت بتستخدمها ازاي بالظبط وهي بتعمل ايه. طيب الوايتس مش هنقرب عندها. البلاكس مثلا ممكن ندي سنة بلاك. بص هنا لما بننزل في البلاك الويفز اللي عندنا دي بتنزل للصفر زي ما انا قلت لك من شويه. بص لو نزلنا كده خالص هتلاقيها خلاص مفيش اي معلومات عن اللون الاسود موجوده عندنا. فاحنا هنرجع تاني زي ما كنا وهندي سنه بسيطه قوي عشان بس نظبط الالوان شويه. بعد لما خلصنا هنا هندخل على القائمه بتاعت الكرييتيف. احنا هنا كده خلصنا البيزك كوركشن او تصحيح الالوان الاساسي. خلينا ندخل كده على الكرييتيف وبعد كده نعلي الفايبرنس شويه. طيب الفايبرنس بتعمل ايه؟ الفايبرنس دي بص الساتوريشن بيعمل تشبع للالوان كلها في المشهد بشكل كامل. الفايبرنس دي بتعمل تشبع او بتشوف ايه الالوان اللي مش ساطعه او مش ظاهره او مش واخده حقها في المشهد بتاعك، وبتبتدي ان هي تظبطها او تعلي تديها سنه فايبرنس او تديها روح شويه تنطقها. هنعليها حاجة كده مثلا، حاجة بسيطة جدا جدا. تمام؟ عملناها على 3. وتعالى كده ننزل تاني. طيب الحتة بتاعت الكريتيف دي عشان تبقى عارف اللوك دي اللاتس اللي انا بستخدمها او الفلاتر بتاعت التلوين اللي انا بستخدمها. انا في الاغلب بستخدم يعني ما بعملش كل الكلام ده وبقوم داخل هنا كده. بص في الاغلب كده بستخدم اي لات من مكتبة المونتاج
اللي انا موفرها لكم، قلت لكم عليها خصم محترم جدا جدا. بص هتلاقي هنا حرفيا في مئات اللطس اللي انا بستخدمها، بس انا دلوقتي مش هستخدم اي لطه من المكتبه، احنا هنعمل اللط بنفسنا. بعد لما خلصنا الحته بتاعت الكرييتيف خلاص، ممكن تدي سنه شاربن بسيطه، بس هي مش محتاجه هنا خالص يعني. تعالى بقى شوف الشادو تنت والهايلايت تنت، بس مش هنقرب عندها دلوقتي، خليها في الاخر خالص. وتعالى نشوف الكيرفز، ودي مهمه جدا جدا جدا. عندك بقى في الكيرفز ايه؟ عندك اول حاجه الكيرف الاساسي بتاعنا اللي هو بيبقى فيه اللون الابيض والاحمر والاخضر، الار جي بي يعني، والوايت. تمام. ده كده في الاغلب بتروح على اللون الابيض وبتعمله الاس كيرف على طول، من غير ما اعقد لك الموضوع واشرح لك كل حاجه بالتفصيل. الحاجات اللي انا ممكن اشرحها لك انت ممكن ما تستفدش منها، انت عايز الخلاصه. بعد كده هتنزل هتلاقي الهيو فيرسس ساتوريشن. تعالى كده نشوف الهيو فيرسس ساتوريشن بتعمل ايه بالظبط عن طريق التجربه العمليه. بص لو انا كده جبت الاي دروبر تول وبعد كده قمت خدت اللون ده كده، هتلاقيه حدد اللون اللي هو بتاع العود ده. تمام. اللي هو تقريبا ما بين الاصفر والاورنج والاحمر. بص لو نزلته هتلاقي اللون اتطفى خالص. بص لو عليته هتلاقي اللون اتشبع خالص او بقى ساتيوريتد اكتر. فانت كده هنا فهمت الموضوع كله ماشي ازاي، ان الهيو فيرسس ساتوريشن بتعمل ساتيوريت لالوان او للالوان بتاعت السين اللي عندك. تمام. انا عايز ابرز اللون بتاع العود عشان ده الاساس بتاع الاعلان، فانا كده هديله سنه بسيطه. هو في الاساس كان كده، بدوس دبل كليك عشان ارجعه تاني. هو في الاساس مثلا كان كده، فانا هديله كده سنه بسيطه زي ما انا كنت عامله في الاعلان. تمام. وممكن مثلا اشوف ايه الالوان اللي انا مش عايزها هنا في المشهد، مش عايز اظهرها أو في المشهد. يعني انا مثلا مش عايز اظهر اللون بتاع الجلابيه ده. تمام. فهو واخد من السيان والبلو، فانا ممكن ايه انزل كده بالشكل ده عشان اطفي اللون شويه. بص كده لو جيت شفت قبل وبعد، قبل بعد، بص خليت اللون ده لون رمادي بدل ما كان اللون ازرق وسيان. تمام. هو عامه كان لون اصلا كويس في البدايه، بس انا عايز اوضح لك الفكره. طيب تعالى بقى نشوف الهيو فيرسز هيو من الاخر، دي اللي بتغير الالوان يعني ازاي. تعالى كده برضو نجرب على اللون بتاع العود عشان هو اكتر حاجه ان فوكس عندنا. تمام. ادالنا اللون بتاع العود. بص كده لو انا عليت شايف ايه اللي حصل، الالوان اتغيرت. بص كده لو انا قللت اخضر مش عارف ايه. فهو الهيو فيرسز هيو هي مسؤوله عن الدرجه اللونيه ذات نفسها. تمام. خلينا بقى كده ايه نعمل ريست. احنا مش محتاجين دلوقتي الهيو فيرسز هيو. الحاجه اللي بعد كده عندنا وهي الهيو فيرسز لوما. تعالى كده نشوف بالتجربه بتعمل ايه. هي عامه مسؤوله عن البرايتنس او السطوع بتاع اللون، درجه السطوع بتاعه اللون ذات نفسها. تعالى كده برضو بالاي دروبر ونحدد اللون بتاع العود ونعلي شويه. شايف ايه اللي بيحصل؟ طبعا مهم جدا، انا قلت لك ان مفيش قاعده لونيه ثابته انت هتمشي عليها 100%، ولازم تبقى عارف ان انت ممكن تعمل حاجات كتيره قوي تخلي الالوان او تخلي الشوت اللي انت شغال عليها تضرب معاك بالكامل. يعني انت ما ينفعش تعمل حاجه زي كده. بص اللون ضرب فطبعا بوظ كل حاجه. هتلاقي ان في ناس ساعات بتدخل اول لما تدخل بقى تلون تقوم عامله رفع الساتوريشن. طبعا بص اول لما انا رفعت الساتوريشن على الاخر زي كده فاللون ضرب خالص. ايد الراجل بقت باللون البينك، ومش عارف مقلل التمبريتشر شويه ومعلي الاكسبوجر، فبتلاقي ان عنده في الاخر حاجه زي كده. طبعا انا قلت لك مفيش قاعده ثابته، بس طبعا ده مشهد مش مقبول لاي حد. انت ما تقربش عند الساتوريشن دي خالص ولا تقرب عند كل الكلام ده. انت مجرد بس ما فتحت الكيرفز كده وظبطت الشادوز مع البرايتنس او مع الاكسبوجر او ايا كان، وظبطت بعد كده الحاجات البسيطه اللي هي كونترست وكده، انت ظبطت الامور كلها. وطبعا لازم يكون على حسب المشهد بتاعك. طيب خلينا كده نكمل بعد لما شفنا الكيرفز. طبعا انت مش هتحتاج غير الاربعه دول في الاغلب. الحاجات دي بقى يعني شويه بروفيشنال، بس برضو في الاغلب حتى لو انت شغال على حاجه بروفيشنال قوي مش هتحتاجهم. عندنا بقى اللي بعدها الكالر ويلز اند ماتش. يعني مش بستخدمها كتير قوي، بس تعالى اشرح لك ايه الاستخدامات بتاعتها بالظبط. هنا عندك الشادوز، هنا عندك الميد تونز، وهنا عندك الهايلايتس. يعني بص لو انا هشرح لك الموضوع ده باختصار قوي، انت هنا بتدي لون للظل اللي عندك، وهنا انت بتدي لون برضو او درجه لونيه للميد تونز اللي عندك، وهكذا في الهايلايتس. يعني تعالى مثلا كده احنا عايزين الظل بتاع المشهد ده، او خلينا عايزين الهايلايتس بتاعت المشهد ده تكون فيها سنه وورم مثلا شويه. فبص هنيجي كده. تمام. بص كده لو انا شفت قبل وبعد، قبل وبعد، خدت بالك؟ بص
قبل وبعد. فهي دي الفكره كلها من الموضوع. مثلا انا عايز اخلي الشادوز بتاعت المشهد واخده الحته اللي هي السيان شويه. فبص طبعا انت ما تعملش اللي انا بعمله ده، يعني بص دايما التعديلات بتكون بسيطه قوي، يعني لان اللعب مع الالوان غلط، ما تافورش مع الالوان، خلي كل حاجه بجنتله كده شويه. فانا اديت حته سيان كده، فانت برضو لو جيت شفت قبل وبعد هتلاحظ في فرق بسيط شويه. تمام، قبل وبعد. المهم يعني هي دي كده الفكره في الموضوع كله. سيبك من الاتش اس ال عشان ما نعقدش الموضوع اكتر، خلينا مثلا في الفينيت. الفينيت هي كلها عباره عن الكورنرز اللي بتبقى باللون الاسود اللي هنا. يعني بص مثلا لو انا عليك كده شويه هتلاقي اللي هو عمل لك حته كده دراماتيك شويه. تمام. طيب انت مش عايز تخلي الحته دي شارب قوي، انت ممكن ان انت تنعمها شويه بالشكل ده. بس يعني هي دي كل الموضوع في الفينيات، وممكن بقى تظبط الميد بوينت بتاعتك وبعد كده تنعمها اكتر وهكذا. يعني في حاجات كتيره قوي انت ممكن تعملها ايه في الحاجات دي. تمام. العب بقى براحتك في الجزئيه بتاعت الفينيت. اول حاجه عشان احنا نصحح الالوان بتاعت المشهد ده، هنفتح اول حاجه الويف فورم وهنفتح الار جي بي. سيبك من الار جي بي دلوقتي انا مش محتاجها، دول الاثنين الاساسيين اللي عندي. حلو كده. ونكبر كده شويه عشان نشوف كل حاجه عندنا. اول حاجه انا شايفها من المشهد ده ايه؟ شايف ان من المشهد ده الاكسبوجر محتاج يعلى شويه، وشايف ان انا برضو ممكن العب شويه في الشادوز. فهعمل ايه؟ هفتح البيزك كوركشن، طبعا لازم تكون محدد الكليب بتاعك. وبعد كده هفتح الكيرفز على طول، انت ممكن تعدلها على فكره من بيزك كوركشن بس انا بحب من الكيرفز. وبعد كده ندي 3 كي فريم ونعلي شويه الهايلايتس واحنا باصين على المشهد وباصين برضو على اللومتري سكوبس. تعالى كده نعليها حته بسيطه. تمام. ونديها برضو ايه، حته شادوز كده. حلو زي الفل كده. لو لقينا في اي حاجه اتغيرت بعد كده ممكن نرجع نعدل في الاس كيرف اللي احنا عملناه. وبعد كده نفتح البيزك كوركشن وممكن نعلي الاكسبوجر شويه من هنا عشان بس ايه المشهد ينطق كده تاني. لقيت اللي انا قربت على الخط بتاع ال100 فلا هنزل كده مثلا لغايه بوينت 1 مثلا كده. تمام الى حد ما. انا شايف المشهد ده من الهايلايت الى حد ما متظبطه. ممكن برضو ايه اديها كده تاتشايه هايلايتس. تاتشايه كبرت قوي هنا، انا بس عايز افك الويفز دي شويه. تمام. يعني نقللها بس ايه حاجه بسيطه قوي ونعلي الكونتراست. تمام. وممكن نقلل شويه الهايلايتس ونشوف قبل وبعد، قبل وبعد. وبعد كده ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن ننزل على كرييتيف نعلي الفايبرنس حاجه بسيطه. وبعد كده ننزل على كيرفز نشوف بقى الهيو فيرسس ساتوريشن، ايه اللون اللي انا عايزه يبقى ظاهر قوي. دي شركه طيارات او اير جيتس، فاحنا هنجيب الكالر بيكر وخلينا نشوف اللون الاحمر ده على سبيل المثال. وبص بقى يا انت هتطفيه خالص زي كده، بس طبعا اللون بتاع بشره الراجل الاحمر فهو اتدمر، يا هنعليه شويه وهو ده الايه، هو ده المطلوب. تعالى بس نفتح الار جي بي، هحتاجها دلوقتي شويه. بص هنا في المشهد ده بيقول لك ان عندي الى حد ما 3 الوان متوازنين. اللون الاخضر حاسه زايد شويه عن الطبيعي فاحنا هنظبطه في الاخر. ممكن ندخل تاني على البيزك كوركشن، عايز الشوت دي كده تبقى وورم شويه فانا هديها حته بسيطه قوي مثلا كده. تمام. وممكن نعمل ايه تاني؟ ندخل زي ما احنا عند الكيرفز، مفيش اي الوان هنا عايز اغيرها. ممكن مثلا الهيو فيرسز لوما برضو نفس الكلام. ممكن مثلا اللون الاحمر حاجه بسيطه قوي. تمام. وبعد يعني بعد كده هتلاقي الامور تمام. ممكن مثلا الشادوز بتاعت الشوت نخليها ندي حته سيان وندي في الهايلايتس حته تكون اورنج شويه. ولو شفت قبل وبعد ان جنرال هتلاقي الشكل ده كده قدامك. تمام. انا المهم معايا في الموضوع ده كله مش ان انا اظبط او اعمل كلر جريد، انا المهم معايا ان انا اوريك الموضوع بتاع البشره ده بنعمله ازاي بالظبط. تعالى كده ندي لاير تاني لللومتري كولر. تمام. وبعد كده تعالى ناخد ماسك هنا كده على بشرة الراجل، نكبر بس شوية. عمل لنا ماسك جميل جدا بالشكل ده. فاحنا هندخل على الكيرفز وبعد كده قلنا اللي احنا عشان موضوع البشرة ده فخلينا نجيب الهيو فيرسز هيو، بعد كده نجيب الكالر بيكر او الاي دروبر ناخد اللون بتاعنا. نقفل كل دول ونركز في دي اهم حاجة. الى حد ما اللون هنا متوازن ولون بشره الراجل موزون، بس بص برضو الخط ده مش
متوازن في النص. فتعالى كده نوزن الخط ده في النص. لو طلعنا شويه، انا عايز الخط ده في النص بالظبط، الى حد ما كده لون بشره الراجل مظبوط. بص كده بالشكل ده، الى حد ما الخط ده في النص. فاحنا هنرجع تاني ونشوف النتيجه بتاعتنا بقت عامله ازاي بالظبط. بس خلينا الاول نمسح الماسك ده. بص كده قبل كده بعد، حاسس ان بشره الراجل كده مظبوطه شويه. طبعا يا شباب ما تنسوش تعرفوا تفاصيل كورس المونتاج، هتلاقوني سايب لكم اللينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الكورس مهم جدا 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 لاي حد لسه هيبتدي، واللي واصل لمستوى بروفيشنال او الاعلى من المتوسط بشويه حلوين هيبقى مناسب جدا بالنسبه له الكورس المتقدم اللي ان شاء الله هينزل قريب. بجهز لكم حاجه محترمه، حاجه بفضل الله ما اتعملتش قبل كده في الوطن العربي. بنشرح فيه بضمير يعني فوق اي حاجه ممكن تتخيلها. وطبعا مهم جدا ان انت لو مونتير يبقى معاك مكتبه المونتاج. المكتبه دي يا شباب انا بشتغل بيها شخصيا، فيها ترانزيشنز، افكتس، ساوند افكتس، فيها كل حاجه من الالف للياء. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو. الفولو يا شباب، او مش فولو بقى، سبسكرايب، معلش انا متعود على الانستجرام والتيك توك، هتلاقوا برضو اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك. الاشتراك مهم جدا جدا، واللايك برضو، عشان انتوا كده بتدعموني وبتقولوا لي كمل في اللي انت بتعمله. بس واشوفكم على خير ان شاء الله.